بما اننا دلوقتي في مؤتمر شيكان في كريتيفا، وده مؤتمر طبعا مخصص لرياده الاعمال وبدايات المشاريع الصغيره، فيلا بينا نسال الناس نشوفهم ازاي يقدروا يطلعوا اول فلوس اونلاين، وكمان ايه المشاكل اللي ممكن يكونوا واجهوها في الوقت ده. يلا بينا. اسمك ايه؟ احمد شماس. اول فلوس كسبتها اونلاين كسبتها ازاي، وايه المشاكل اللي واجهتك في الوقت ده؟ لك انا بشتغل اونلاين من 8 سنين تقريبا، واول فلوس كانت الي من خلال انه بلشت اتعلم مهاره. كانت مهاره بوقتها التسويق. هلا حاليا بهالوقت اكيد مش التسويق، لانه التسويق خف الطلب تاعها، بس انه اذا حدا بده يتعلم مهاره هلا بتكون الاي اي اكثر، او انه يقدم شي سيرفيس في لها فاليو معينه للبزنس. بس اول مهاره كانت الي التسويق، تعلمتها وقدمت فري تستيمونيالز للعالم. كنت اعمل فري سيرفيس بساعدهم باشياء معينه. ارجع شو اعمل؟ اسال لريفيرالز دائما. فانت خصوصي لما تكون مبلش، الهدف انك تبني علاقات، تبني ريفيرالز. فبتنزل على ايفنتس، بتروح بتحكي مع عالم، بتفهم شو بيعملوا. ما بيكون هدفك تستغل العالم، بيكون هدفك انك تفهم العالم وتفهم شو الحاجه اللي عندهم لتساعدهم بهاي الحاجه اللي عندهم. وعلى هالاساس بتبني المهاره وبتبني البروفايل تاعك ليصير في عندك اكسبرتيز بطريقه معينه. ممتاز، بصراحة أنا مبسوط جدا ومبهور إن شخص في سنك عارف كل المعلومات دي. طب برأيك كده، لو حد عايز يبدأ في حاجة نفس اللي أنت بدأت فيها دي في أول طريقه، تنصحه بإيه؟ يبلش يشتغل على حاله. يعني اكيد كثير عالم بيقولوا بلش اشتغل على حالك، بلش فهم حالك، بس انا بالنسبه إلي اهم شيء السوفت سكيل. يعني تكون فهمان المايند سيت تاعتك، تفهم مشاعرك، تفهم ليش عم تتفادى انك تشتغل على اشياء معينه، تفهم هول الاشياء اللي عم تتفادى انك تشتغل عليها من وين جاي هذا الموضوع. بس بلش تفهم عقلك وتفهم حالك، ساعتها هون بتصير تطور من حالك شوي شوي، وبتصير قادر تروح بالاتجاه الصح. ان كان هيدا الاتجاه الصح انك تعمل مهاره، او ان كان انك تشتغل مع حدا معين. هون بيعتمد على انت المهارات اللي عندك او الشيء اللي بدك تركز عليه. بس اول شيء بيبتدي انك تبلش تشتغل على عقليتك، تفهم حالك اكثر. شكرا جدا لوقت حضرتك. الخير. مساء النور. أخبارك إيه؟ الحمد لله. اسمك إيه؟ مروان. كنت عايز أسألك سؤال بسيط جدا. قول. إزاي قدرت تكسب أول فلوس أونلاين، وإيه المشاكل اللي واجهتك في الوقت ده؟ كسبت اول فلوس اونلاين من حوار العلاقات. جبت كلاينت ساعتها فتح بازار، فانا رحت كلمته، تواصلت معاه، بعد كده عملت كونكشن معاه، فيتواصل معايا بعد كده في البازار الجاي بتاعه، فقال لي انا محتاج ريل كريتور، ريل ميكنج، وكنت محتاج ديزاين برضو، فظبطت معاه الكلام ده برضو. إيه المشاكل اللي واجهتك في الأول وإزاي حلتها؟ المشاكل اللي واجهتني في الاول فكره الديزاين بالنسبه للبوسترز عامه بتبقى انا مش فاهم دماغه، وحتى الريل ميكنج كان في برضو مشاكل بيني وبينه، ان انا حته ان كان عايز يحط اللوجو في الفيديو، فانا مش عارف اوصل معاه لحته غلط ان نحط اللوجو في الفيديو. بنحطه مثلا كام ثانيه، ما بنحطوش خالص، عشان برضو ايه الانستجرام الحقوق الكوبي رايتس بتاعته ترفض كده، والتيك توك كذلك. طيب لو حابب تدي نصيحة لحد حابب يبدأ في نفس الحاجة اللي أنت بدأت فيها، إيه الحاجة اللي ممكن تنصحه فيها برأيك؟ تخش يدوس في اي حاجه، يعني يدوس. كل ما انت تخش وتجرب، كل ما انت تعرف اخطائك، كل ما انت تتعلم اكتر بكتير. ماشي، شكرا لوقت. اسمك إيه؟ عمرو. هسألك سؤال بسيط جدا وتجاوبني عليه بمنتهى الصراحة، تمام؟ مشكلة. عايز اسالك عن اول فلوس كسبتها في حياتك اونلاين، كسبتها ازاي، وايه المشاكل اللي واجهتك في الوقت ده؟ هو كان كسبتها من الفيديو اديتنج او عمل اعلانات لمحلات معينه. كان المشاكل اللي بتواجهني فكره ان ادور على عملاء بسهوله، لان برضه لسه ببتدي، فعشان كده كان الموضوع صعب ان الاقي مثلا اول عميل او ابني فولورز مثلا في الصفحه بتاعتي، اللي عشان ايه الناس تعرفني اكتر. لو حابب توجه يعني رسالة معينة تنصح بيها أي حد هيبدأ في الحاجة اللي أنت بدأت فيها وكانت صعب عليك في وقتها، عشان ما تبقاش صعب عليه لو حب يبدأ، تنصحه بإيه؟ هو في الاول يبدا يتعلم كويس جدا عن المجال اللي هو حبه قبل كل شيء، ويبدا يكون مثلا علاقات اكتر ومعارف، ويروح ايفنتات زي كده مثلا النهارده، بحيث انه لو كون علاقاته كده فالناس ممكن تعرفه اكتر، مع يعملوا كوميونتي كده مثلا. طب إيه رأيك في إيفنت شيكان بما إنك حضرته النهاردة وجبت سيرته؟ هو صراحة أنا أول مرة أحضر إيفنتات زي كده، فعجبني الوضع قوي، بحيث إن احنا نعرف ناس ونعرف براندات معينة مثلا. الفكرة كويسة جدا خاصة للبنات صراحة أكتر، بس هو خدنا التجربة بصراحة وجميلة جدا، يعني الواحد شاف ناس جديدة بس. شكرا لوقتك. اسمك إيه؟ محمد. كنت عايز أسألك سؤال بسيط جدا، إزاي قدرت تكسب أول فلوس أونلاين، وإيه المشكلة اللي واجهتك في الوقت ده؟ هو اول حاجه اصلا جات لي كان كلاينت فريلانسر وكده، كان طالب مني اعمل له ادز وكده، كان في المجال اللي هو الطب النفسي وكده، فعملت له الادز الكامبين وكده واشتغلت. هو بس كان اللي هو المشكله، فاهم، اللي هو كان في شويه ايديتس وكده، هو كان في حاجات مش فاهمها في الادز، فهي دي كانت في مشكله بيني وبينه، ان انا قعدت افهمه شويه في الادز وكده، عشان يفهم اللي هو مثلا انا ليه عملت دي، ليه عملت كذا كده، فاهمني. بس واشتغلت معاه وعملت له الادز، والحمد لله ربنا كرمه،
وبس. ولسه يعني معاه كل فتره مثلا اللي هو ايه بشتغل معاه كده، اعمل له ادز وكده. طب ايه النصيحه اللي ممكن تنصحها لحد حابب يبدا يكسب فلوس اونلاين وشايف ان حاجه فعلا هتفيده جدا؟ لا، ابدا دوس على طول، ما تستناش، فاهم؟ هو على طول بجد ابدا. ولو انت في حاجه عايز تطور من نفسك، خد لك كورسز وطور من نفسك وابدا على طول، ما تستناش. شكرا لوقتك.